تعالوا نتخيل مع بعض كده المشهد ده. شخص كان طول عمره عادي، ولا حد مهتم بيه، ولا حد كان متوقع ان هو ممكن يعمل حاجة في حياته. معظم الوقت ساكت وهادي، واحيانا بيختفي، مش بيظهر كتير، وهكذا. وفجأة الناس بدأت تلاحظ انه اتغير، وبقى عنده ثقة في نفسه، طريقته اختلفت، وحياته بقت احسن، وبدأ ينجح ويكبر ويحقق نجاحات. ومحدش كان أبدا يتوقع إن ده كله ممكن يحصل منه. فالناس استغربت، وبدأوا كلهم يسألوا نفس السؤال: إزاي عمل كل دوت، وإمتى، وفين؟ والإجابة كانت وهو ساكت. وهو ساكت. إيه؟ مش فاهم أو مش فاهمة. أيوة، وهو ساكت زي ما بقولكوا كده، وهو بعيد عن الدوشة، وهو بيشتغل في السر بمعنى أصح. لأن احنا بقينا في زمن بقت الناس بتنشر فيه كل حاجة حرفيا على السوشيال ميديا، والأقوى أو الأشطر اللي ينزل بوستات أكتر. كل خطوة بتنزل، كل هدف بنفكر فيه، كل فكرة بتيجي في دماغنا، كل نجاح بنحاول إن احنا نحققه، وهكذا. عشان كده بقى النجاح في السر من أصعب الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك. لان احنا خلاص، احنا الطبيعي ان احنا بننزل كل حاجة. فلما اجي اعمل حاجة في السر، انا شوف انا بواجه كام بشر وكام بني ادم عايشين على فكرة ان احنا ننزل كل حاجة. فلما اجي انا ابقى شخص منفرد كده واعمل وانجح في السر، اذا انا مختلف. في الحقيقة ان الناس اللي حواليك مش لازم كلهم يعرفوا انت بتخطط لايه. لان في ناس اول ما بتبتدي تحكي لها هدفك او طموحك او ايا كان اللي بتفكر فيه، تبتدي تطفيك. عندهم قدرة عجيبة كده، سبحان الله، ان هم يحبطوك ويقللوا من معنوياتك بنسبة 70 ل80%. هتلاقيهم بيقولوا لك: ايه ده؟ ازاي اللي انت بتقوله ده؟ صعب جدا، ده شيء مستحيل، وانت مش هتعرف تعمل اللي انت بتقوله ده اصلا، وياه ياما غيرك حاولوا وفشلوا. وفجأة بعد ما كنت داخل متحمس جدا، تلاقي كلامهم ده خفى الحماس اللي عندك. علشان كده في أحلام أو أهداف بتبقى عندنا، المفروض إن احنا نحميها. طب هنحميها ازاي؟ السكوت. إن انت تسكت، تحاول تحقق هدفك أو حلمك ده وانت ساكت. لأن في الحقيقة في فرق كبير قوي ما بين شخص طول الوقت بيتكلم عن أهدافه وأحلامه وعايز يعمل كذا ويعمل كذا، وبين واحد تاني هو بيحلم وبيحقق أهدافه وبيشتغل وهو ساكت. تعالوا نقارن كده ما بين الشخصين دول ونشوف مين فيهم الأفضل. في الحقيقة إن الشخص الأولاني ده شخص هو مجرد كده عايز ياخد إعجاب الناس واهتمامهم من خلال كلامه، زي ما بيقولوا كده كلام بدون أفعال. على النقيض التاني بقى، هنلاقي إن الشخص التاني هو بياخد نفس الإعجاب والتقدير والاحترام، بس مش بكلامه، بالنتائج اللي هو بيعملها. ودايما النتائج بتبقى صوتها أعلى. يعني أنا لما ألاقي واحد نجح وخلاص هو على أرض الواقع ناجح وحقق نتائج فعلية، هيبقى الانبهار والإعجاب أكبر من الشخص اللي بيتكلم وما بيعملش. يصيروا هيجوا يوم ويقولوا له: يا عم انت سطحتنا، انت بقالك سنين بتقول هعمل وهعمل هعمل ومش شايفين منك حاجة. عشان كده في ناس بتحب تعلن عن كل حاجة تيجي في بالها. عارفين ليه؟ لأن ببساطة الكلام سهل. سهل إن الواحد يقول هتغير وهبدأ جيم جديد وهشتغل على نفسي وهحقق حلمي. بس الصعب فعلا
انك تصحى كل يوم وانت مقرر ان انت فعلا هتكمل وهتستمر في اللي انت بتعمله. الحاجة الصعبة انك تشتغل في وقت محدش شايفك فيه حرفيا، وقت محدش بيشجعك فيه ولا حد مهتم ولا حد بيسقف لك. ودي الحاجة اللي بتفرق ما بين الناس اللي بتتكلم والناس اللي بتوصل وبتعمل نتائج على أرض الواقع. في أوقات كتير بنبقى مش محتاجين ان احنا نشارك الرحلة اللي احنا بنمشيها مع الناس اللي حوالينا، احنا بس كل اللي محتاجينه ان احنا نركز في الهدف اللي احنا عايزين نسعى له. لان احنا كل ما بنتكلم كل ما الطاقة بتاعتنا بتقل. هتلاقي نفسك مع كتر كلامك ده بتشرح كتير وتبرر كتير وبتفكر في رأي الناس هتقول ايه ومش هتقول ايه، وتنسى ان انت المفروض يبقى التركيز الاكبر على الهدف بتاعك. وفجأة بدل ما تبقى مركز على النجاح اللي انت عايز توصله، تركيزك كله بيتقلب ان انت تحاول تثبت نفسك قدام الناس. واكبر غلطة بنعملها في حق نفسنا بجد ان احنا بنحاول نربط قيمتنا برأي الناس. لو شجعوك هتتحمس، لو شككوا فيك هتبتدي ان انت توقف اللي بتعمله. خلاص كده ستوب، انا كلهم بيقولوا كده، يعني انا اللي هطلع الوحيد اللي فاهم فيهم. وكده عمرك ما هتكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. الناس طول عمرها ما اتفقوش على رأي طول الوقت. عشان كده ومع تغير كمية الآراء اللي كل يوم بتختلف يوم عن التاني ده، احنا محتاجين نثبت على الحلم اللي جوانا. في ناس كتيرة خسرت أحلامها مش عشان هي فاشلة، لأ، بس عشان هي بتسمح للناس إن هي بتتدخل في قراراتها وأهدافها والحاجة اللي هي عايزة تعملها وهكذا. يبقى تدخلهم ده زيادة عن اللزوم لدرجة إن هما بيخلوا الواحد يرجع عن حرفيا يرجع عن قرارات. بقينا عايشين في زمن كلنا تقريبا لازم نقول رأينا ولازم نحكم على بعض ولازم نقرر إذا كان الشخص ده هينجح ولا لأ، مع إن في الحقيقة محدش يعرف قدراتك غيرك انت وبس. في مرحلة معينة في حياتك لازم تشتغل وانت ساكت. هيجي حد يقولي يعني ايه، او ممكن ناس تسميها بمعنى بين قوسين خبيث او خبث. هقول لكم بمعنى اوضح ان مش كل انجاز يحصل معانا المفروض يتصور للناس اللي تعرفنا ولا ما تعرفناش. هديكم مثال بسيط. شفتوا البذرة لما بتتزرع في الارض تبقى تحت الارض محدش بيبقى شايفها، بس في الحقيقة بقى هي بتبقى تحت الارض بس هي في الوقت دوت هي بتبني نفسها لحد ما تطلع للنور وتبقى جاهزة ان الناس كلها تقدر تشوفها. ساعتها بتبقى اقوى. عارفين برضو ايه اكتر حاجة توجع الناس؟ انهم يشوفوك نجحت من غير ما يعرفوا ازاي. طبيعة النفس البشرية بيبقى عندها فضول ان هي تعرف كل حاجة حواليها حصلت ازاي وامتى وهكذا. عشان كده الناس بتبقى متعودة مثلا ان هي طول الوقت شايفاك انك ثابت في مكانك، فلما تيجي تتغير هيتصدموا، ما هو ما شافوش ان النجاح ده حصل قدامهم. عشان كده المفروض ما نعلنش عن الحاجة اللي احنا بنعملها. خلي جزء من حياتك خاص بيك انت لوحدك، جزء كده بتبنيه بعيد عن عيون الناس. نجاحك في السر اللي بيديك كده سلام نفسي ومن غير انتقادات، من غير تعليق انت مش حابه. فبالتالي لما تبقى مش مضغوط نفسيا هتبتدي تركز على حياتك اللي انت عايز تغيرها. طيب ازاي بقى نبدأ ننجح
في السر فعلا، ومن غير تركيز الناس اللي حوالينا. أول خطوة، قللوا الكلام عن الأهداف اللي انتوا عايزين تحققوها. مش لازم كل الناس تعرف انتوا ناويين تعملوا ايه. خلي فيه شوية أحلام لنفسكم خاصة بيكم. في أهداف لما بتتقال بدري طاقتها بتضيع من كتر الأسئلة والنبش وراها. تاني خطوة، إنك تبعد عن المقارنات، لأن طول ما انت مركز مع الناس صدقني فعلا هتتشتتوا بطريقة مش معقولة. لو كل واحد قعد يسألك انت عملت او ما عملتش، شوف فلان شوف علان عمل ايه وما عملش ايه، طبيعي التشتت هيجيلك من كده. كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني، وليه طريقة خاصة بيه، وليه وقته وليه أسلوبه، فما ينفعش نقارن ده بده. كل واحد وليه ظروفه وليه وقته. فانت بكده تركز على نفسك وبس. طيب دي نقطة. الخطوة اللي بعديها ان انت تشتغل حتى لو محدش شايفك حرفيا. اشتغل لنفسك، اتعلم مهارة جديدة، اشتغل على جسمك لو عايز تعمل عضلة معينة، او لو عايزة تخسي، لو عايزين تطوروا نفسكم او شخصيتكم تطوروها بان انتوا تقروا، تتعلموا حاجة جديدة، وهكذا. اتعبوا واشتغلوا حتى لو مفيش حد بيسقف لكم، لان الايام اللي محدش بيشوفك فيها دي هي دي الايام اللي بتصنعك وبتخليك انسان ناجح بجد. والايام الصعبة دي هي دي اللي هتخليك تتقبل ان البداية لازم تبقى هادية ومفيش حوالينا تسفيق وكلام عن نجاحنا وكل الهري اللي بيحصل في الأول ده. لأن في البداية طبيعي محدش هيهتم، وده شيء طبيعي يعني. بس مع الوقت النتائج هي اللي هتتكلم عنك، هتتكلم عن اللي انت عملته. فبالتالي هنتقبل ان احنا طبيعي لازم نبدأ هاديين، او مفيش بروباجندا، او مفيش نجاح كبير المفروض يحصل. لا، واحدة واحدة هنبدأ ننجح، ويبقى نجاحك هو فعلا المفاجأة. مفيش أجمل من إن الناس تشوف النسخة الجديدة منك فجأة، يشوفوا ثقتك وتطورك ونجاحك وأحلامك وأهدافك كلهم تحققوا فجأة من غير مقدمات طويلة ومن غير كلام كتير. في حاجة مهمة جدا عايزة أوضحها. النجاح في السر مش معناه إنك تبقى وحيد، ولا إنك تبقى قافل على نفسك ومتعرفش حاجة عن حد. لأ، المعنى اللي عايزة أقوله إنك تبقى ذكي في مين يعرف تفاصيل حياتك. مش كل الناس تستحق إنها تدخل رحلتك وتعرف أنت بتفكر في إيه. وأوعى تفكر إن هدوءك ده ضعف. في ناس تبان هادية جدا لكن في الحقيقة هي عندها أحلام ضخمة جدا وعملاقة. ناس مش بتتكلم كتير بس بتشتغل أكتر من الكل. والحقيقة إن أخطر الناس دي هي الناس اللي بتطور نفسها في صمت تام. وفي يوم من الأيام كل التعب اللي محدش شافه هيبان قدام الناس كلها. كل السهر وكل المحاولات وكل اللحظات الصعبة كلها هتتحول لنتيجة فعلية قدامهم. وساعتها مش هتحتاج انك تتكلم كتير، لان نجاحك هيقدم نفسه. عايزاكوا دايما تفتكروا ان مش لازم الناس تعرف خططكم عشان تحترم نجاحكم. خليهم يشوفوا النتيجة بس. اشتغلوا في هدوء، اتعبوا في هدوء، اتغيروا كمان في هدوء، ولما توصلوا خلي نجاحكم هو اللي يعمل الضجة بدلكم. شاركونا تجربتكم وقولولنا لو اختفيتوا سنة كاملة اشتغلوا على نفسكم، ايه اكتر حاجة تتمنوا الناس تلاحظها فيكم لما ترجعوا؟